السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة الزبادي القمر ده، بس بأسهل وأحلى طريقة ممكن تشوفوها، وأسرع طريقة كمان، من غير بقى مكنة زبادي ولا حتى كوبايات ولا مية سخنة ولا تخمير ولا أي حاجة خالص. هنعمل زبادي الحلة النهاردة. بجد لو جربت الطريقة دي مش هتبطلوها. طيب، معايا هنا 1.5 لتر من اللبن، اول كمية اللبن اللي انتوا عايزينها. تمام. معايا هنا طبق فيه معلقة سكر زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا علبة زبادي. تمام. هنفضيها بقى هنا في الطبق ده او في العلبة دي كده. ماشي. وناخد شوية لبن من هنا نحطها عليها في الطبق ده زي ما انتوا شايفين كده. خدنا اهو شوية لبن، دوبي بقى كله كده مع بعضه. دوبت اهو كله كده مع بعضه كويس قوي. تمام. ونبدأ نضيفه للبن. بالنسبة اللبن ده مغلي كويس قوي، وسبته يهدى خالص لحد لما مثلا يبقى زي دمع العين كده، ما يبقاش سخن قوي ولا يبقى بارد، يبقى زي دمع العين كده، يا دوب دافي كده، حاجة بسيطة. لانه لو سخن قوي مش هيبقى معاكي الزبادي حلو، هيبقى تلاقيه زي شفتي انت المادة اللزجة كده لما حاجة بتمط كده. لا، مش عايزينه كده، احنا عايزينه دافي خالص زي دمع العين، بحيث نحط ال الخميرة فيه، نحط دي كده فيه، ما يبقاش عامل زي المادة اللزجة كده. لا، احنا عايزينه زي اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط، يبقى دافي زي دمع العين بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده. وبالنسبة للسكر نحط معلقة سكر علشان نساعده ان هو يخمر. قلبناه كده كويس قوي اهو كده، تمام قوي. تمام. نغطي عليه بقى. بصي بقى، انا هنا غطيت عليه اهو، وهحطه في فرن البوتاجاز، او حطه في اي حته وغطيه بقماشه ولا اي حاجه. تمام. وسيبيه مثلا 3 4 ساعات 5 ساعات. هتعمليه من بالليل، سيبيه مثلا يبقى شوفي الصبح، هتعملي الصبح بقى ايه، بصي عليه بالليل كده يعني. المهم تسيبيه اكتر من 4 5 ساعات على ما يختمر كده ويتماسك مع بعض. طيب، انتي مش هتصبيه في كوبايات وتحطي ميه سخنه؟ لا، مش هعمل كده، انا هسيبه زي ما هو كده. تمام. هحطه في فرن البوتاجاز وهغطيه بحاجه وبس، على كده. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا. تعالوا بقى نحطه وبقى نفتح عليه لما يختمر. تعالوا بقى نشوفه كده بعد ما قعد ليلة كاملة. بصوا ما شاء الله، بصوا بصوا ثابت ازاي. بصي بصي ما شاء الله، بصي بصي عامل ازاي. بصي شوفوا عامل ازاي، جامد ازاي اهو. بصوا تماسك
متماسك ازاي مع بعضه، من غير بقى ميه سخنه ومن غير مكنه زبادي، من غير اي حاجه خالص. بجد والله طعمه بصوا خطير، زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. ما شاء الله، طعمه حلو جدا والله. متماسك ازاي؟ اتفضلوا معانا بقى. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة بزهر الغيب. سلام.